اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب قلبي، رجعت لكم من جديد وبيوم جديد ومن قناة إبداعات مختلفة، ورمضان كريم على الجميع. وآسفة حبايب قلبي على التأخير. طبعا اليوم جبت لكم وصفة جدا سهلة وجدا بسيطة وطعمها كلش طيب. طريقة البرياني على طريقة جديدة، والمقادير قدامكم مثل ما تشوفون. عندنا حبة من الطماطة فرمناها بهالشكل هذا، وحبتين من الجزر فرمناها بهالشكل هذا، وعندنا البازاليا وحبة من البصل همين فرمناها بهالشكل هذا، والحمص المسلوق، وعندنا الكشمش وحبة من الفلفل البارد قطعناها بهالشكل هذا. عندنا معكرونية همين راح نحتاج لها. طبعا هذه المعكرونية سلقتها، وحبة من الباذنجان وحبة من البوتيتا. طبعا راح اغلي الباذنجان والبوتيتا همينة. وراح نحتاج للشعرية، وعندنا هنا صدر الدجاج قطعته بهالشكل هذا. وراح نحتاج للتوابل. التوابل هنا عندي عبارة عن فلفل أسود وكاري وكركم وبهارات البرياني. وراح نحتاج للقرنفل والهيل. هسه راح نبلش بطبختنا. بسم الله، وإن شاء الله تجربونها وتعجبكم. يلا حبايبي وياي. حبايبي مثل ما تشوفون راح نسلق الجزر والبازليا، وهنا دا نغلي بالبوتيتا. هنا مثل ما تشوفون وضعنا الزيت، وراح نضع كمية من الشعرية. هنا حبايبي مثل ما تشوفون وضعنا هذه الكمية من الشعرية، وراح نضع الهيل والقرنفل. بعد ما غلينا البوتيتا هسه بلشنا نغلي بالباذنجان، وراح نتركه ياخذ اللون الذهبي، وبعدها راويكم كل التفاصيل. هنا طبعا بعد ما اخذت الشعريه هذا اللون الذهبي راح نضيف الكشمش. هنا بعد ما قلينا الكشمش ويا الشعريه راح نضيف الرز او الكرمون. حبايبي بعد ما قلينا الشعريه ويا الكشمش ضفنا الرز، وراح نضيف له المي ونراويكم كل التفاصيل. حبايبي ضفنا هذه الكميه من المي وضفنا الحمص، وراح نضيف التوابل همينه. حبايبي طبعا نفس الزيت اللي قلينا به البوتيتا والباذنجان، بس رفعنا من عند هذه الكميه، وضعنا هذه حبه من البصل، وراح نقلي المعكرونيه والفلفل والطماطم. هسه راح نترك البصل ياخذ اللون الذهبي مثل ما تشوفون، ونضع الفلفل. هنا بعد ما تقلت عندنا الفلفل والبصل راح نضيف الطماطم. بعد ما قلينا البصل والطماطم والفلفل راح نضيف المعكرونيه. هنا حبايبي بعد ما اتقلت عندنا هذه المواد كلياتها راح نضيف البازليا والجزر. انا حبايبي بعد ما امتص الرز او التم كل السوائل راح نضيف المواد اللي قليناها ونجانسها ويا الرز، ونراويكم كل التفاصيل. هنا دمجنا المواد كلياتها ويا بعض، وهسه راح نضيف البوتيتا والباذنجان، ونقلب المواد ويا بعضها ونتركه يتهدر، ونراويكم شكله النهائي بعد التقديم. حبايبي طبعا ضفنا المواد كلياتها اللي قليناها، وهسه اللمسه الاخيره لصدور الدجاج راح نجانس المواد ويا بعضها، ونراويكم شكله النهائي بصحن التقديم. على محمد وآل محمد. وهذا شكل النهائي حبايبي البرياني، وإن شاء الله تجربونه على طريقتي ويعجبكم. بالختام أترككم في حفظ الرحمن. يلا حبايب قلبي، مع السلامة وباي باي.
مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعد